وقعت اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم الفوار مع الوكالة اليابانية للتنمية الدولية جايكا وتحت رعاية دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير اتفاقية لتنفيذ مشروع تطويري داخل مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل يهدف إلى توسعة مركز التأهيل الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة لأشخاص ذوي الإعاقة. هاي الاتفاقية طبعا صارت ما بيننا وبين أخوتنا في دائرة شؤون اللاجئين بالاتفاق مع مؤسسة جايكا اليابانية من مشروع تحسين البنى التحتية والمخيمات الفلسطينية. احنا طبعا هو تحسين المخيمات لا يعني على البقاء في المخيمات، هي تحسين ظروف معيشية إلى حين العودة. الاتفاقية الآن تتعلق طبعا في مركز التأهيل، تتضمن عدة بنود الاتفاقيات بشكل شامل. الشيء الرائع اللي كان ما في بيننا في الاتفاقية إنه المشاريع هي من اختيار جزء من المؤسسات واختيار عام من المجتمع المحلي، يعني المجتمع المحلي هو صاحب الاختيار في هذه المشاريع اللي بدنا نقدمها بالاتفاق مع مؤسسة جايكا اليابانية. المشروع اليوم هو إن شاء رب العالمين توسعة لبناء تأهيل المعاقين. ويتولى تنفيذ المشروع شركة الحزام الذهبي للمقاولات، وتعمل على إعادة تأهيل شامل للمبنى القائم لضمان بيئة مناسبة لاحتياجات المستفيدين. هذا المشروع هو إعادة تأهيل كامل. قيمة المشروع 188,805 دولار. التأهيل كامل متكامل لهذا المشروع. أهمية المشروع أهميته كبيرة جدا، وخاصة للمعاقين والناس اللي هم بحاجة لهذا المركز، خاصة المعاقين منهم كبار السن. مهم جدا لهم إنه يتهيأ لأفضل من النوعية اللي هي موجودة حاليا فيه. ويتابع الطاقم الهندسي مراحل التنفيذ خطوة بخطوة لضمان جودة العمل وتلبية احتياجات المركز. جينا اليوم عشان نوقع اتفاقية عقد للبدء بالعمل لإنشاء طابق ثاني لمركز التأهيل الاجتماعي في مخيم الفوار. طبعا هذا البناء مهم، يخدم كل سكان مخيم الفوار وحتى القرى المجاورة، لأن هذا البناء سوف يستفاد منه كمركز لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للأطفال الذين يعانون من توحد أو يعانون من مشاكل في النطق أو مشاكل بشكل عام تخص الأطفال. لذلك فهو مشروع مهم. احنا اليوم ان شاء الله بصدد توقيع الاتفاقيه للبدء بامر المباشره، لاعطاء امر مباشر للمقاول في اسرع وقت للبدء بالاعمال. يعد هذا المشروع خطوة نوعية نحو تحسين واقع الخدمات داخل المخيم، ويعكس شراكة فاعلة بين المؤسسات الدولية والجهات المحلية لخدمة واحدة من أكثر الفئات حاجة إلى الدعم والرعاية. لشبكة فلسطين الإخبارية BNN، رنا عوينة، بيت لحم.